صباح الخير. النهارده هقول لكم على وصفة سهلة وسريعة. ممكن نعتبرها سلطة، ممكن نعتبرها نوع من انواع المقبلات جنب الاكل. ولو حابين انه يكون طبق رئيسي ممكن نضيف جنبه شرايح من الفراخ المتشوحة او كفتة مشوية. معايا هنا مكرونة مسلوقة بطريقتنا العادية في مية وملح وزيت. بعد كده بظبط الملح والفلفل بتاعها. ممكن كمان نستعمل اي نوع مكرونة، لو عقل كمان تبقى افضل. هضيف عليها فلفل الوان متقطع قطع صغيره. هضيف كمان فاصوليا حمراء. الفاصوليا دي انا سلقتها في ميه وملح واستنيت عليها لحد ما استوت خالص، وبعد كده شطفتها وضفتها. ضفت كمان بصله حمراء متقطعه قطع صغيره، جزره مبشوره، وشرايح من الزيتون. شايفين الوانها جميله ازاي؟ كلها فيتامينات. طبعا عارفين الفلفل الالوان فيه فيتامينات قد ايه، والبصل والجزر والفاصوليا الحمراء. وطبعا زي ما احنا عارفين اننا كل ما بننوع في الوان الاكل بتاعنا كل ما القيمه الغذائيه بتاعته بتعلى اكتر. هقلبهم بقى كلهم مع بعض كده عشان يمتزجوا كويس. لونها جميل جدا. وطبعا الكميات اللي انا استخدمتها هنا كميات تقديريه، بمعنى ان احنا ممكن نقلل او نزود الاصناف حسب ما احنا بنحب. معايا هنا كوبايه من الزبادي كبيره، هضيف عليها معلقه من الزعتر. هضيف كمان معلقتين من المايونيز. المايونيز ده انا عاملاه في البيت وكنت نزلت لكم فيديو بالطريقه بتاعته. ضفت عليهم معلقتين من الكاتشب. طبعا ده انا برضو عاملاه في البيت وكنت منزله برضو طريقه الكاتشب قبل كده. وضفت رشه ملح وقلبتهم كويس. اول ما يمتزجوا مع بعض كده هضيف عليهم شويه من زيت زيتون. هخلطهم مع بعض لحد ما يبقى القوام كريمي. وطبعا احنا بنظبط الطعم باننا بندوق ونشوف ناقص ايه. ممكن نضيف ملح، محتاج كاتشب، محتاج مايونيز تاني. انا ضفت هنا كاتشب ومايونيز وزودت الكميه طبعا. واقلبهم كويس مع بعض. من ضمن المكونات اللي انا ضفتها على المكرونه كانت الذره الحلوه. انا طبعا نسيت اضيفها في الاول، هضيفها دلوقتي برضو تاني معاهم. بعد كده هضيف الصوص بتاعي، صوص الزبادي بالمايونيز والكاتشب. وهبدا اخلط المكونات بقى دي كلها مع بعض. عايزه اقولكم ريحتها حلوه قوي، والزعتر بيديها طبعا ريحه وطعم جميل للناس اللي بتحب الزعتر. اللي مش بتحب الزعتر ممكن تضيف حبه البركه، او ممكن ما تضيفش اي حاجه خالص، يعني تخلي صوص الزبادي لوحده كده. طبعا الزيتون مع المكرونة مع الفلفل عاطين طعم حلو قوي. هي كده جاهزة. هسيبها شوية قبل التقديم عشان الطعوم كلها تمتزج مع بعض، وبعد كده اقدمها. الناس اللي ما بتحبش الفاصوليا الحمراء ممكن تستغنى عنها، بس انا حبيت اضيفها عشان ازود القيمة الغذائية للطبق. ممكن كمان نعدل في الوصفة ان احنا نستغنى عن الفاصوليا الحمراء ونضيف مكانها تونة. بيبقى طعمها جميل جدا، التونة بالمايونيز والمكرونة بتبقى خطيرة. ممكن كمان نضيف قطع من الخيار المخلل للسلطة، هتدي طعم حلو قوي. لو بتضيفوا عليه اي حاجة تانية قولولي كده بجربها. دي كانت وصفة النهاردة، سهلة وسريعة ومتاخدش وقت خالص، غير ان قيمتها الغذائية عالية. اتمنى تجربوها لانها ان شاء الله هتعجبكم، لان طبعا طعم ميكس المكونات دي مع بعض حلو جدا. مش محتاجة اقول لكم طبعا اللي عجبه الفيديو ما ينساش يعمل لايك وشير. دمتم بصحة وهنا.